فعلا اثبت انه شجاع، لان كان يذكر في اسمه من بدايه الاحداث وما كانش خايف من النظام يعني. صح. طبعا ربيع كان يعالج في بريطانيا، في المانيا عفوا، وقطع العلاج وكلمني من المانيا وقال لي بنرجع. كلمني يوم 15 قال لي راجع يوم 17. فنكلم فيه نقول له يا ربيع يعني مازال العلاج وكمل علاج وارجع. يقول لي شن تحكي يعني 17 فبراير، وانا في التليفون نقول له يا ربيع خلاص. يعني تعرف ان التليفونات متراقبه، خصوصا صح. يعني انا كنت متاكد ان هاتفي مراقب، انك كمراسلين صح. كل المراسلين اللي يشتغلوا لي قنوات فضائيه كانوا تليفوناتهم متراقبه. فلما جاء استقبلت انا في المطار ومشي معي للبيت، وبعدين انطلق وتلاقينا اليوم الثاني في الزاويه، وانطلقت اول المظاهرات واستمر. وكنت نحذر فيه الحقيقه، وهو كان مندفع. نقول له يا ربيع انت مهدد الان. يقول لي تموت الزاويه لتحيا بنغازي. يعني كان كل الهم انه يخفوا العبء على بنغازي. نقول له يا ربيع انت مش مؤمن. فيقول لي يعني مؤمن مش مؤمن، يعني المهم يخفوا على بنغازي. يعني فبالفعل هذا رجال ليبيا يعني فعلا يعني كان مثال للاعلامي، عكس اللي كنا عليهم نحكوا عليهم الاعلاميين النفعيين. مره اخرى اشير واؤكد لان كان فيه زملاء خصوصا عبد السلام خالد كلمنا على صفحه الفيسبوك يسال على عقاد مصباح. نقول له وصل لي بيته بسلامه الله هو وزوجته الخاصه ابتسام عبد المولى، ويسالوا على عماد قداره، ويسالوا على ايضا جلال عفوا زقروبه اللي يقول زميلنا محمد صغير حتى هو الصحفي، حتى هو اطلقوا صراحه الحمد لله. الحمد لله. وزقروبه اللي كان يقول هذا اللي قالوا الطاغي لا، قالوا حتى هو وصل. رجل شجاع بالفعل انا ما وزقروبه هذا حاضر اكثر من حرب. هو كان في الانتحاريه، ما يعرف الانتحاريه زمان، تصور حاضر في اوغندا في تشاد في كذا. شوف سلمى ربي وقبضوا عليه مني قطب يعني جنود وكتائب القذافي. وايضا اللي حسن المرمي اللي معروف بالعبيه، لابس العبيه ومداير الشيته هيك. طبعا كاركتر مميز كان وصل للزاويه اليوم في الزاويه موجود. فكان اخر اللي طلعوا من بوسليم. اذا كان في مكالمات يعني نذكر زميلنا المخرج يشوف لنا اول مكالمات. احنا حتكون عندنا مكالمات في موضوع الاعلام. عدنان قبل ان نمشوا مره اخرى لاسامه، باهي المستقبل. يعني احنا تكلمنا عن الماضي، الان المستقبل كيف تشوفه في وسائل الاعلام؟ عفوا جلال في نقطه بس بنكمل على كلام اسامه. في نقطة إن إعلام القذافي سابقا ما كانش مهتم ولا عاير القنوات اهتمام، لكن في الفترة هي القصيرة عرف قيمة الإعلام وعرف يعطي الناس مش حقها هو، لكن الناس اللي كانت أبواق يعطيها حقها. يكرمهم يعني. سمعت أنها توزع 80,000 دينار لكل مذيع يدير برنامج. فعلا على كل حلقة تقريبا قالوا 5000. ويمشوا المصرف الليبي المركزي يستلموهم كاملات كاش. يمشوا المصرف الليبي المركزي يستلموهم كاش كاملات. وانت عارف ذاك الوقت كانوا الناس يعطوهمش الا 500 دينار دفعه واحده و1000 جنيه للشهر، وبعدين زادت نزلت القيمه وصلت 300 دينار. فكانوا هذو يمشوا وهو ياخذ مذيع 80,000 دينار باش يقتل. هذا ما فيش فرق بينه وبين المرتزقه نهائي. وبالمقابل كنا احنا كموظفين مرتبنا بالشهرين ب3 مرات يتاخر. يعني لما اشوف تو استغلوا الابواق هي، لان هي حتقدم لهم وتساعدهم في الثوره. صح. فهذه مشكله كبيره كنا نواجهوا فيها احنا، اللي هي ازمه القيمه والتقييم. نقولوا احنا هذه افتقدناها في الاعلام الليبي. بس في الاخر هو حقيقه هو هذا نظام هو استغلالي. هو يعرف كيف يستغل الناس. هو عارف كويس ان هذه المرحله محتاجه هو لنهدي الناس. انا ناكد لك طبعا لا سمح الله لو هو كان نجاحه بقدره الله سبحانه وتعالى يعني نجحت ثورتنا وراسك انت، كان هذه الناس الا حيرميها على اول ما هو ينتهي من حاجته لهم. لكن المشكله أسامة، المشكله اوكي احنا عرفنا هؤلاء وقلنا خلاص بنتخلصوا منهم، لكن اول من قفز من سفينه القذافي هم. وشفنا النفعيين اللي تسلقوا. يا راجل انا قلت في حلقه امس ان هادو ابطال العالم في التسلق، يعني يغلبوا ابطال العالم. يعني مش معقوله. خلاص انت خذيت دورك وانت وجهت. انت كنت تقاتل في صف القذافي، ولما جاء مشروع سيف الاسلام كنت تقاتل فيه. يعني احنا كنا في الداخل وعرض علينا الانضمام. والله عرض على، يعني انا مش اتكلم عن نفسي، لكن عرض علينا، خلينا نقول بصيغه الجمع، ان نشتغلوا في هذا المشروع ورفضنا رغم من الاغراءات والمكافآت. انت تجي اليوم وتبدا يعني تركب السفينه. اسامه، الان المنبر اللي كنتوا تشتغلوا فيه انتم كمجموعه من الشباب الليبيين اللي هو الليبيه، مش عارف هل تروا انه هو يقعد بنفس الاسم او يتغير اسمه؟ وهل أنت مع أنه هو يفرغ من العناصر اللي كانت تشتغل فيه ومن الشباب اللي كانوا يشتغلوا فيه، وأيضا يستبدلوا بعناصر أخرى؟ مانيش عارف شنو خطتكم للمستقبل يعني.
شوف جلال، بالنسبة لنا احنا الموظفين تاع القناة الليبية احنا نتواصلوا لنا شهرين. الشباب طبعا توزعوا في كل مكان، انت عارف، في أمريكا وفي قطر وفي بريطانيا وفي مصر. طبعا بدينا درنا اتصالات نحن ببعض، الشباب اللي في أمريكا والشباب في بريطانيا واللي في قطر واللي في مصر واللي في تونس. احنا متفقين ان شاء الله كنا نحن نرجعوا للمبنى بالمقام الأول، لأن هذا المبنى احنا أسسناه من الأول. نتكلم فيك على الموظفين الشرفاء، ما نتكلمش فيك على الموظفين اللي قعدوا يشتغلوا مع نظام القذافي بعد ما الدم اللي سال. نتكلم فيك على الموظفين الشرفاء اللي أول قطرة دم نزلت في المنطقة الشرقية كلهم وقفوا وما رضوش انهم يرجعوا. لو تفاجأت لو تفاجأت ان في جهه من الجهات، لا هذا جايك في الكلام. نعم هذا جايك في الكلام. احنا تنادينا بالموضوع وجميع الموظفين كلهم على فكرة بهم متفقين ان هم يرجعوا للقناة، وان ما يحقش لاي شخص ان هو يستبعد الموظفين الاصليين تاع القناة. درنا اتصالات نحن بالمسؤولين عن الملف الاعلامي بالمجلس، اعلمناهم، ركز معي في كلمتي، اعلمناهم وما اتفقناش، احنا اعلمناهم ان هذا المبنى للموظفين، مش انه هو ملكنا، لا نقصد ان الموظفين انه يرجعوا، ان الموظفين يرجعوا لهذا المبنى، واللي يراه المجلس الوطني الانتقالي في تسيير الاعلام هذا يعود لهم هم. طبعا المجلس الوطني الانتقالي احنا كلنا مبايعين المجلس الوطني الانتقالي، واللي بيديروه هم، هو بيمشي علينا بس ان موظفين القناه يرجعوا هم في الاساس، واي سيستم اداري حيندار بعدين يكون في الاخير لصالح المجلس ولصالح ليبيا. احنا مش قلت لك ان احنا نبوا هذه القناه، لا احنا موظفينها، احنا اللي اسسناها، احنا اللي خدينا موقف مع ليبيا في الوقت الضيق. باختصار انتم انسحبتوا، وكان في الكثير من الشرفاء انسحبوا، لكن قعدوا بعض المرتزقه سواء الليبيين او غير الليبيين، يعني خصوصا مثلا انه نذكر جوزيف شعنين، هذا جالي من ايام الليبيه، من ايام عبد السلام المشري، واحتضناته ليبيا وعايش مرفه امير في فيلا وخدم وحشم، وبعدين بدا يشتغل في مع عبد الله منصور، وبدا ينتج ويدير في الجلسه، يعني اموره كانت كويسه. ولما جت الفرصه في ناس شرفاء، في حتى زملاء هنا من تونس انسحبوا مباشره، وهو قاعد يشتغل وهو يفبرك ويدير في المقاطع اللي تبين ان الثوار قاموا بقتل وقاموا بتدمير. يعني مثلا نذكر للاسف الشديد، يعني كان صديقنا في فتره من فترات علي شندب، كان يطلع مع شكير ويسب في الثوار وثوار الناتو وما ناتو وما كذا، وهم الان قاعدين في ليبيا. شو تقول لهم؟ شوف، بالنسبه اولا جوزيف شعنين طبعا هذا مرتزق كبير، طبعا هذا الرجل كان مستفيد من كل المسؤولين الليبيين بسبب فقط جنسيته. ما فيش داعي نقول الجنسيه، لان هو ما يمثلش هذيك الجنسيه، لان كلهم شرفاء، كلهم وقفوا مع الثوره الليبيه، بس هو بحكم جنسيته كان هو جواز سفر لاي شيء. هذا الرجل لما صارت الازمه عرضوا عليه مبالغ خياليه باش يقعد. انك انت تسوق، طبعا هو كان مسؤول على فبركه الفيديوهات. الفيديو مثلا صايره عمليه قتل وذبح صايره في ايامات العراق، قام هو بالاشراف على مونتاجها من جديد وكانها هي في ليبيا. الرجل هذا خدم مبالغ خياليه في الفتره هذه وقاعد يشتغل، وهو ما يفرقش على اي مرتزق افريقي او غير افريقي. اخطر من الافريقي اللي قتل 10 20 هذا قتل مئات بالاعلام. خلينا نشكروا جلال. عفوا نقطه وحاجه نفرحوا كل مستمعينا في العاصمه، ان قناه العاصمه اف ام تو تبت على دبدبه الليبيه اف ام سابقا 93.4 وموجوده تنسمع في كافه مدن ليبيا، وهذه طبعا بمجهود شبابنا الموجودين حتى داخل القناه، والفضل لمجموعه من الشباب كانوا قاعدين حتى في القناه. واحنا ما نظلموش كل الشباب، لان في شباب فعلا كان مضغوط عليهم، والحمد لله في الازمه هذه. يعني اليوم كنت على اتصال بهم على الفيسبوك، والله تصور لا يقل عن 10 اشخاص موجودين حاليا على قناه الليبيه، وهم اللي شغلوا قناه العاصمه اف ام على موجه الليبيه، والحمد لله رب العالمين ونشكرهم طبعا. وايضا المجلس المحلي سوق الجمعه وصلتني معلومات انه هو بادي في شغل ويبذل في جهد لاعاده بث القناه الجماهيريه سابقا، قناه ليبيا، التلفزيون الليبي اللي هو بدا بثها في 58. تصور القناه اللي هي في طريق الشط امتى تاسست؟ قبل الثوره في 58. القذافي دار قناه جديده اللي هي في شارع النصر، وبتت مش عارف سنتين 3 4، وبدت الميه ما فيهاش وتقطر وفسدت. برغم الاجهزه كانت رجعوا للقناه نتاع المملكه اللي في طريق الشط يبثوا منها للان. يبثوا منها مضبوط صح. تذكير بس جلال، في زميلنا حمزه كداش الحق ليه الشكر الكبير، لان تصور جلال في اليومين اللي فاتوا يعني اقتحموا مبنى القناه الجماهيريه الشط،
وسجلوا مجموعة من البيانات وشغلوا قناة الجماهيرية الراديو، وتوفيها قال لي نشيد الاستقلال. قناة ليبيا خلاص. قناة ليبيا سابقا يعني ما في جماهيرية ثانية. أكيد ما في جماهيرية ثانية. اللي بنقول بس كلمتين أخيرات. طبعا نوجه رسالة للمرتزقين الإعلاميين سواء كانوا أجانب أو كانوا ليبيين. والله نصيحة بجد أخوي جلال، إن ابقوا في بيوتكم لأن الذاكرة لن تنسى. أصبح في إنترنت وكل شيء مأرشف، فما تتذاكوش، ما تديروش روحكم إن أنتوا على أساس ما درتوا شيء. وسمعنا في واحد قال يبي يدير مذكرات على الثورة، يعني هم أغلبيتهم على فكرة اختفوا إلا واحد بس صديق لنا يعرف حتى كلام ديما كلام عسل. ايه هذا الشخص حتى خليك كلاشنكوف هذا اصلا هذا تصور يعني الا ديما كلام عسل له فهمني. هذا خليك حتى لكن للاسف في ايام الثوره ما كانش كلام عسل. لا كلام ما كانش خليك حتى كلاشنكوف هذا يا جلال. فوجئنا توهم كلهم اختفوا. هذا الوحيد بجد يعني يعطيه الصحه على صحه الوجه، يعطي الصحه صحه الوجه، طالع توا لكن نحترمه ويكتب على فيسبوك. نحترمه ما تلونش. هو قال لك اني كنت ندافع على معمر قذافي وما زلت في خندق معمر. لا والله نحترم. لا قال لك انا ندير مذكراتي على الثوره. قال لا نحترمه لان توا اللي نشوفوا فيهم فنانين على مش عارف ركبوا الموجه على اشباه صحفيين ركبوا الموجه. تعرف قزقيزه شنو كان يدير في الزاويه بالكلاش نتاع قزقيزه الفنان هذا اللي يدعي الكوميديا بالكلاش نتاعه يقول هنا كانوا الجردان هنا كانوا الجردان. حتى خالد كافو حتى هو وخالد كافو كان من خلاص والله بجد هذو الناس المرتزقين انا ندعيهم انهم يقعدوا لان ما يداكوش ويطلعوا مره ثانيه لان الناس ذاكرتها كبيره والانترنت موجود. وده على فكره بس احنا درنا راهو ارشيف لكل الناس اللي اشتغلوا في من اعلاميين كانوا سيئين. ركز معي يا جلال، مش كل من اشتغل راهو دار حاجات غلط، اللي هو زي قارئين النشره زي مصورين زي فنيين زي معدين. هادو احيانا ما نلومش عليهم، هو في ملامه انه هو كان المفروض كلهم وقفوا في الاخير في دم ليبي يسيل. بس ما تقارنش الجريمه اللي داروها المذيعين اللي طلعوا على الشاشه وحرضوا على القتل، ما تقارنهاش بمصور مثلا في الغلط نتاعه. يعني هذا النقص ده. فبجد هو ندعيهم انهم يقعدوا في بيوتهم وما يطلعوش والله بجد باش ما يستفزوش الناس فهمني. أسامة رزق شكرا ليك. عدنان بن طالب ايضا شكرا. ممكن كلمه خير جلال كلمه خير بعد اذنك يعني لان عاطف ضاغط علي بس ضغط عليك باش نستاذن تعرف المخرجين باش تعرف المخرجين قداش ذاك يوم قال لك ايه فنستاذنك ثانيه. بس انا مره ثانيه ندعو كل شباب متابعين قناه الليبيه الفضائيه سابقا والليبيه مسموعه يرجعوا لمكانهم لان هذا المبنى هم اللي اسسوه وهم الأحق به. من يقود المكان ويتبع منه احنا سمعا وطاعة للمجلس، بس من حق الموظفين الشرفاء انه يرجعوا لهذا المكان ومش من حق اي شخص انه يخدم. أسامة حتى انشأنا صفحة على الفيسبوك ندعو فيها كل الاعلاميين اللي كانوا معنا في القناة انه اسمها الصفحة؟ أسامة ذكرنا صفحة نداء الى كل نداء الى موظفين قناة الليبية الشرفاء سابقا الشرفاء. اوكي خلاص هذه حابة ان شاء الله في صفحة الفيسبوك.